اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. بصوا بقى، عملنا النهاردة كيكاية وهشة وجميلة واسفنجية وخطيرة. قلت افرح بيها اولادي زي ما انتوا شايفين كده. وطبعا ايه اللي ما بيعرفش يزين الكيكات يجي يشوف الطريقة دي. والله شكلها كان جميل جدا وما اخدتش معايا مجهود ولا وقت متعبتش نفسي. وعملت طواجن بنفس الخليط بالشوكولاتة وبالبرتقال في نفس الوقت. عايزين تعرفوا الطريقة؟ يلا بسرعة حطوا لايك وتعالوا شوفوا احنا عملناها مع بعض ازاي. بصي بقى يا ست الكل، انا جبت البيض اللي هعمل بيه الطواجن والكيكايه اللي انتوا شفتوها دي. فجبت 5 بيضات وبدات ان انا افصل الصفار عن البياض. خلاص كده فصلت الصفار عن البياض، وهروح اخد البياض ونازله بيه في البوله اللي انتوا شايفينها دي. وبعد ما نزلت بالبياض في البولة جبت كوباية كبيرة من السكر ونزلت بيها على البياض. وبعد كده رحت جايبة الفانيليا، مقدار معلقة صغيرة من الفانيليا. وبعد كده هروح رايحة جايبة المضرب واضرب البياض والسكر والفانيليا مع بعض كويس جدا لغاية اما البياض يديني الشكل اللي انت شايفاه ده. مهم جدا ان انت تضربي البياض كويس جدا علشان ده اللي هيطلع الكيكاية هشة وجميلة خالص. وبعدين جبت بنفس المعيار اللي جبت بيه السكر نص كوباية من الزيت ونزلت بيها تدريجيا، وبالمضرب كنت بضربها زي ما انتوا شايفين كده علشان تديني الشكل والقوام والفوم اللي انتوا شايفينه. هنزل بكل الزيت كده طبعا تدريجيا لغاية اما اخلص الزيت خالص. وبعد ما خلصت الزيت وضربته مع الخليط كويس، طبعا انت شايفة النتيجة بعينيكي. كل ده وانتي بتضربي كويس. وهروح رايحة جايبة بنفس المعيار كوباية من الحليب الدافي وهنزل بيها تدريجيا، وهبدأ انزل بالحليب تدريجيا على الخليط اللي انا عملته. وبعد ما نزلت بكوباية الحليب كلها على الخليط وضربتها كويس جدا، هروح رايحة جايبة الصفار بتاع البيض وانزل بيه واحدة واحدة واضرب بالمضرب كويس جدا. مهم ان انت تمشي على الخطوات وتضربي كيكة كويس علشان تديكي نتيجة الهشة الجميلة اللي انت عاوزاها. بس خلاص كده هروح رايحة جايبة بقى الدقيق كان عبارة عن ايه؟ بنفس معيار الكوباية 3 كوبايات من الدقيق. وهروح رايحة جايبة معلقة كبيرة من البيكنج باودر. يعني انا هنزل بالدقيق 3 كوبايات بنفس المعيار اللي انا حطيت منه السكر واللي انا حطيت منه الحليب. وابدأ انزل باول كوباية من الدقيق زي ما انتوا شايفين مع معلقة بيكنج باودر واضربها كويس جدا. وهنزل بتاني كوباية من الدقيق واضربها كويس جدا طبعا. وتالت كوباية من الدقيق واضربها كويس جدا. كده نزلت بال3 كوبايات وضربتهم كويس جدا علشان يديني النتيجة الهشة الجميلة للكيكة. ده طبعا انا غيرت المضرب وجبت المضرب اليدوي علشان خلاص هي كده احنا عملنا الخفق اللي احنا كنا عاوزينه في الاول، وده اهم حاجة للكيكة. وبعد ما ضربنا الخليط كويس جدا مع بعضه وادينا القوام الجميل اللي انتوا شايفينه ده، بس اتقل من قوام الكيكة سنة بسيطة لا تذكر. هوريكم احنا هنعمل القوام الجميل وهنخففها ازاي. هنعمل منها طواجن بالشوكولاتة وهنعمل منها طواجن كيكة البرتقال. هوريكم هنعملها مع بعض ازاي. هاخد بقى من الخليط اللي انا عملته بعد ما دهنت الطاجن بالمادة الدهنية كويس. هاخد من الخليط احط نص الطاجن من خليط الكيكة اهو. هجيب الطاجن التاني طبعا واحط نص الطاجن من الخليط الجميل اللي احنا عملناه ده. بصوا القوام الجميل ده اللي احنا عاوزينه. هقول لكم ليه. طبعا انا ابني قال لي ماما انا عايز بالشوكولاته، وفي اللي قال لي انا عايز بالبرتقال، فانا هعمل لهم بالشوكولاته. جبت 4 معالق كبار من الحليب ورحت نازله عليهم بمعلقه من الكاكاو. طبعا السكر مظبوط للكيكه فانا ما حطيتش سكر، لكن انا لو عايزه ازود سكر هجيب معلقه من السكر واقلبها معاهم. ونزلت بشويه من الخليط كده على آه طبعا خليط الكيكه اللي احنا عملناه وقلبتها كويس جدا. بصوا ما شاء الله اتحولت لكيكة شوكولاتة. هعمل بقى الطاجن التالت برضو كيكة شوكولاتة وبعدين نرجع نشوف هنعمل كيكة البرتقال في الطواجن ازاي.
طبعا انت لو رحتي تشتري الطاجن ده من بره هتشتريه مكلف جدا، لكن احنا في البيت اهوت 5 بيضات وكوباية حليب عملنا، و3 كوبايات من الدقيق عملنا الكمية الجميلة اللي انت شايفاها، والطواجن الجميلة ديت والكيكة الرهيبة، وما اخدتش معانا تكلفة ربع التكلفة اللي انت هتشتريها وهي جاهزة من بره. يلا بقى علشان نعمل كيكة البرتقال، جبت برضو كوباية فيها 4 معالق كبار من المية، ونزلت بيها بمعلقة من البرتقال اللي هو مسحوق البرتقال، وهروح نازلة بيه على الكمية اللي فاضلة من الخليط الكيكة، وقلبتها كويس جدا. طبعا الطاجن كان مدهون بالمادة الدهنية، هنزل بيه بالخليط دوت في الطاجن زي ما انتوا شايفين كده. خلاص كده حطينا نص الطاجن من الخليط، هنجيب الطاجن التاني ونحط برضو نص الطاجن من الخليط. بعد ما حطينا الطواجن دي، بصوا احنا عملناها بكل سهولة ازاي، ومش مكلفة وطعمها جميل جدا جدا في البيت. وانتي مظبطاها على حسب، يعني هما كمان بتبقى شعبية برا، ما بيبقوش مكلفينها زينا، لكن احنا تكلفتنا كانت خفيفة خالص. هما مش بيكلفوها بس احنا بنشتريها غالية. هاخد بقى الطواجن دي احطها في الفرن، ورحت رايحة جايبة الصينية، فردت فيها المادة الدهنية ورشة من الدقيق، ونزلت ببقية الخليط اللي انتوا شايفينه ده. هاخد بقى الصينية اخبطها خبطتين كده عشان ما يبقاش فيه فراغات، واخد الصينية احطها في الفرن وارجع لكم بعد ما تستوي. بصوا ما شاء الله خرجنا كيكة من الفرن وكانت هشة وجميلة ازاي. تعالوا نشوف احنا هنزينها ازاي. للناس اللي ما بتعرفش تزين اي كيكية، طبعا انا عندي الفرن فيه حتة عالية وحتة واطية، فخليت الكيكية عالية في واطية في الطاجن دوت، بس كانت والله طعمها جميل وكانت هشة وخطيرة، وبقية الطواجن كانت مظبوطة وكانت جميلة. خلاص كده هاخد الكيكاية وتعالوا نشوف هنزينها ازاي. انا كان عندي شوية كريم شانتيه نزلت بيهم زي ما انتوا شايفين كده، زي ما انتوا شايفين، بصوا ما عملتش اي حاجة. وكان عندي شوية فرماسيه نزلتهم ونزلت بيهم على الكيكاية، شوية منهم كده، وقلت الباقي نكمل بيه. وعندي بقى صوص فراولة، ايه الصوصات اللي موجودة عندك انزلي بيها وخلاص. بصي ما تدوريش ان انت تعملي شكل معين، انزلي بيها وخلاص. عملت بشوية كاكاو صوص شوكولاتة ونزلت بيه زي ما انتوا شايفين، زينت الكاكاو ما شاء الله، شكلها كان جميل جدا جدا على فكرة. يعني انا ما زينتهاش بشكل معين، انا نزلت بالصوصات اللي موجوده عندي على كيكايه. ورحت جايبه الطواجن وجبت السكينه وغزغزت الطواجن كده زي ما انتوا شايفين، علشان اما اجي احط عليها الصوص تتشبع بيه وتتشرب منه. ورحت كنت عامله بقى صوص الشوكولاته زي ما احنا متفقين، لان انا عامله كيكايه الشوكولاته في الطاجن دوت، ونزلت بالصوص زي ما انتوا شايفين. هجيب الطاجن التاني وهنزل برضو على الطاجن التاني بصوص الشوكولاته زي ما انتوا شايفين. بصي كان فاضل عندي كريم شانتيه نزلت بيه بقى. بصي يعني هي مش تزيين، هي بصي لخبط 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 طلعت كيكايه جميله جدا، وكان طعم الطاجن وكيكه خطير. طبعا ورحت جايبه بقى عملت صوص برتقال. عملته ازاي؟ دي الكوبايه اللي كانت مطرح الكريم شانتيه، حطيت عليها معلقتين كبار من الحليب، ومعلقه صغيره من مسحوق البرتقال، ومعلقه من السكر، ونزلت بيها على كيكه البرتقال. وبعد كده زينتها زي ما انتوا شايفين كده. حاجات جميلة جدا وخفيفة وسهلة، لكن احنا لو اشتريناها من بره هتبقى مكلفة خالص على فكرة. عايزة اقول لكم يا ريت اللي اول مرة يشوف قناتي ما ينساش بالاشتراكات ويفعل الجرس علشان يوصل لكل جديد، وكومنتاتكم الجميلة ربنا ما يحرمني منكم ابدا، ونفضل مع بعض على طول، ولايكات كتير كتير علشان القناة تفضل معايا. بصوا ما شاء الله ايه كيكية طلعت هشة وجميلة جدا. انا كان عندي الصوصات دي في البيت، انا ما اشتريتش حاجة من بره. بصي الكيكة كانت هشة وخطيرة ازاي، جميلة جدا جدا. بس عايزة اقولكم يا جماعة، اللي شاف الفيديو لغاية هنا وعجبه ما ينسانيش باللايك وكومنت جميل زيه. بصوا ما شاء الله طاجن الشوكولاتة وطاجن البرتقال. وبكده خلاص خلصنا الفيديو. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ويا رب اكون عند حسن ظنكم، وانتظروني في الفيديو القادم. واللي نسي اللايك يحط اللايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.